هل تعلم إن في لحظة واحدة بكلمة واحدة قلبك يهدى وجسمك يهدى وروحك ترجع لحضنها؟ الكلمة دي هي يا رب. العلم بيقول إن الإنسان لما يدعي بصدق حتى من غير ما يتجاوب له ظاهرياً جسمه بيبدأ يفرز هرمونات مهدئة زي السيروتونين والدوبامين اللي بنسميهم هرمونات الراحة والرضا. يعني لما تقول اللهم طمئن قلبي، فعلياً قلبك بيبدأ يهدى، مش بس لأنك طلبت لكن لأنك سلمت، وهنا بيبدأ الشفاء. هل تعلم إن ناس كتير لما قعبت نفسياً وجربت العلاج والتمارين والنصايح ما تحسنوش غير لما بدأوا يدعوا؟ مش لأن الدعاء بيغير الظروف فوراً، لكنه بيغير اللي جواك ويخليك أنت اللي تتعامل مع الظروف بشكل مختلف. أنا كنت دايماً أقول لأولادي لو معرفتش تقول حاجة قول بس يا رب أنا تعبان. مش لازم تدعي بصوت عالي، مش لازم تكون حافظ أدعية، يكفي تكون صادق وربنا أقرب مما تتخيل. دعوة بسيطة في عز تعبك زي اللهم إني مغلوب فانتصر أحياناً تكون سبب في راحة أكبر من أدوية كتير. فاكر يا حبيبي، مش كل ألم في جسمك سببه مرض، ومش كل دواء في صيدلية. بعض الشفاء في كلمة من قلبك، وكلمة يا رب مش بس عبادة، دي طبطبة من جواك على جواك. فاكر دايماً ربنا ما خلقكش علشان تتعب لوحدك. ادعي حتى وانت مش شايف حل، ادعي حتى لو دموعك بتنزل ومفيش كلام. ادعي لأن الدعاء بيصلح القلب قبل الحال. ومن قلب أمك زهرة، كل ما تحس إنك تايه غمض عينيك وقول يا رب.